تعال اقول لك عن فخر الصناعه الالمانيه وعن خبر ما خدش حقه كتير عندنا الايام اللي فاتت. طبعا كلنا مفكرين ان فخر الصناعه الالمانيه هي المرسيدس والبي ام، بس الفخر الحقيقي للصناعه الالمانيه هي جمهور النادي العظيم ده. النادي ده يبقى اسمه فورتونا دوزلدورف، بيلعب في دوري الدرجه الثانيه في المانيا. اداره النادي كانت رايحه تتم التعاقد مع لاعب من ولاد الاحبه اسمه شون وايزمان، كان بيلعب في غرناطه وخلاص كان اجتاز الفحص طبي وهينضم خلاص للفرقه، لغايه ما جماهير النادي عرفت وقالت لك نبقى رجاله ونقف وقفه رجاله، ودخلوا دوروا على تاريخ الاسود بتاع اللاعب زي باقي الناس اللي هو منه، وطلع فعلا ان هو كان مبهدل الدنيا على مواقع التواصل الاجتماعي، وطلع فعلا ليه تغريدات كتير بيطلب فيها من الدوله بتاعته ان هي تمحي اهلنا في غزه من على وش الارض وتضربهم ب 200 طن من المتفجرات، غير علامات الاعجاب اللي عملها على منشورات وتغريدات كتير بيقول لك ان غزه ما فيهاش ابرياء وما فيش داعي لتحذيرهم اصلا قبل الضرب. طبعا جماهير النادي ما سكتش وعملت حملات الكترونيه في كل مكان وفي كل المانيا، لغايه ما عملت عارضه الكترونيه طلبت فيها النادي بعدم التعاقد مع اللاعب ده، عشان النادي بعدها يطلع ببيان يقول لك ان احنا كنا بنتابع اللاعب عن قرب بس قررنا في النهايه بعدم التعاقد معاه، من غير ما يذكروا السبب الحقيقي، لغايه ما تيجي صحافه بيلد الالمانيه تقول لنا عن السبب الحقيقي فعلا وراء عدم انضمام اللاعب، وتقول لك ان السبب الحقيقي هو الغضب الشعبي والجماهيري من الصفقه دي، وان النادي خاف على شكله ومنظره قدام جمهوره وقدام الشعب الالماني. موقف مشرف فعلا من جماهير النادي ده اللي هم قرروا ان هم يكون لهم راي وان هم مش عاوزين الاشكال ديت تبقى عندهم في الفرق، عقبال ما الاتحاد الاوروبي يمنع الفرق بتاعتهم والمنتخب بتاعهم من المشاركه في جميع البطولات بتاعتهم، وعقبال ما نشوفكم ممحيين كلكم من على وش الارض.